موجز أخبار نجوم بوليوود الحصري وآخر المستجدات في عالم دراما الهندية. فتابعونا لتكونوا على اطلاع دائم بالأحداث الأخبار والمستجدات في عالم بوليوود. بيباشا باسو النجمة وزوجة كاران جروفر تروي قصة تحديات ابنتها ديفي في صمت وتشارك مع جمهورها معاناتها. ينقسم الجمهور إلى طرفين بين المتعاطفين والمشتككين، ويعتبر البعض أن جينيفر وينجت زوجة جروفر السابقة هي السبب. كشفت بيباشا باسو عن رحلة ابنتها الصغيرة ديفي مع المرض. في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت بيباشا أن ابنتها ديفي ولدت بثقبين في قلبها وستخضع لعملية جراحية لإصلاحه ما عند بلوغها سن 3 سنوات. بعد 3 أيام فقط من ولادتها، اكتشفت بيباشا أن طفلتها تعاني من هذه المشكلة القلبية. وصفت بيباشا الأشهر الأولى من حياة ديفي بأنها صعبة للغاية، حيث استغرق منها حوالي 40 يوما لتقبل وتتعايش مع هذا الواقع الصعب. لم تشارك بيباشا الخبر مع أحد، وعائلتها اعتقدت في البداية أن تصرفاتها غير طبيعية بعد الولادة. تذهب بيباشا وزوجها كل شهر إلى الأطباء لمتابعة حالة ديفي، ولكن تم إخبارهم أن الثقب في قلبها كبير وصعب التعافي منه بشكل تلقائي. بيباشا شاركت تجربتها الصعبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف توعية الأمهات الأخريات وتقديم الدعم والأمل لمن يمرون بتحديات مماثلة. تمت الجراحة التي استغرقت 6 ساعات عندما كانت ديفي عمرها 3 أشهر، وكانت تجربة صعبة للأسرة. اتخذ قرار إجراء الجراحة كان صعباً لكنه ضروري لصحة ديفي. بعد الجراحة استعادت ديفي صحتها وتتمتع بحياة جيدة الآن. إنها بعد بلوغها سن 3 سنوات تقوم بإجراء عملية خرع على قلبها. نتمنى لها شفاء العاجل، فطفلة صغيرة ليس لها أي علاقة بمشاكل آباء أو أخطائهم. شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو، ونأمل أن يكون قد نال إعجابكم. نحن في قناة دراما هندي تجمعنا نسعى دائما لتزويدكم بأحدث الأحداث والأخبار المثيرة حول مسلسلاتكم المفضلة. إذ كان لديكم أي تعليقات أو أسئلة فلا تترددوا في تركها لنا في قسم التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم مرة أخرى، ونتطلع للقائكم في فيديوهات قادمة.